سنحضر براونيز الليمون السهلة واللذيذة اليوم. سنبدأ بخلط بيضتين مع 150 جرام من السكر في وعاء. بمجرد دمج هذا جيدا، سنضيف 100 مل من الزيت المحايد، وأنا أستخدم زيت عباد الشمس. وبعد ذلك سنضيف نكهة الليمون، مع الحرص دائما على قشر الجزء الأصفر فقط وليس الجزء الأبيض الذي يكون شديد المرارة. وسنضيف أيضا حوالي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. وأخيرا نضيف 150 غين دقيق 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ندمج جيدا مع التأكد من عدم وجود كتل، ونقوم بنقل هذا الخليط إلى قالب. هذا مقاس 20 في 20، ونقوم لوضعها في الفرن على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة تقريبا، أو حتى تخرج السكين نظيفة وجافة. بمجرد أن يبرد يمكنك الانتهاء منه بتزيين بسيط يتم صنعه بخلط السكر البودرة مع بضع قطرات من الليمون. أتمنى أن تقوموا بإعدادها. أتمنى أن وضعوا إعجاب للفيديو واشتراك بالقناة للمزيد من الوصفات.